خليني أقولك حقيقة بسيطة. الفلوس مش بتضيع علشان السوق، بتضيع علشان طريقة تفكيرك وانت بتتعامل معاها. ناس كتير كسبت فلوس وخسرت كل حاجة، وناس عمرها ما بقت مليونيرات بس عاشت مطمنة. الفرق مش الذكاء، مش الشغل، الفرق في السيكولوجية. الفصل الأول: الفلوس مش أرقام. الفلوس عمرها ما كانت حساب، الفلوس سلوك متكرر كل يوم. الفلوس بتدخل حياتك لكن بتخرج حسب شخصيتك. مثال: شخصين بنفس المرتب وبنفس الشغل، الأول يقسم فلوسه، يحط أمان، يصرف بهدوء. التاني يحس إن الفلوس سخنة، يصرف بدري، يفكر متأخر. بعد 5 سنين الأول مش غني بس ثابت، التاني متوتر رغم إن دخله مقلش. الفرق ولا رقم، عقلية. الفصل الثاني: ليه الذكي مش دايما غني؟ الذكاء مش ضمان، الفلوس امتحان صبر. مثال: مهندس شاطر جدا، متعود يطلع صح دايما، دخل استثمار وخسر، بدل ما يراجع نفسه كابر. شخص أقل ذكاء غلط، وقف، اتعلم. الفلوس بتحب اللي يعترف بدري، مش اللي يثبت إنه صح. الفصل الثالث: الحظ والمخاطرة. إحنا بنشوف الناجح وننسى الخاسرين. مثال: شخص دخل مشروع وكسب بسرعة، الناس قالت عبقري، بس محدش شاف عشرات دخلوا وخسروا، ولا شاف التوقيت ولا شاف السطحة. النجاح أحياناً شغل زائد حظ زائد توقيت. الفصل الرابع: أعظم مهارة مالية، البقاء. مش المهم تكسب مرة، المهم تفضل في اللعبة. مثال: شخص كسب 100% بسرعة، طمع وخسر كل حاجة. شخص تاني كسب 8% بهدوء، 20 سنة، ثبات وثروة. الفصل الخامس: الادخار مش بخل، الادخار أمان نفسي مش حرمان. مثال: شخص دخله أقل بس عنده احتياطي، شخص دخله أعلى بس مديون. الأول حر، التاني مضغوط. الفصل السادس: الطمع والخوف. السوق بيكسب لما مشاعرك تسوقك. مثال: السوق طالع، طمع، دخول متأخر. السوق نازل، خوف، خروج بخسارة. المشكلة مش السوق، المشكلة القرار العاطفي. الفصل السابع: المقارنة الاجتماعية. إحنا بنصرف علشان ما نحسش إننا أقل. مثال: صديقك جاب عربية جديدة، عربيتك فجأة بقت وحشة. تدخل قسط علشان إحساس مش علشان احتياج. الفصل الثامن: كلمة كفاية. اللي ما قالش كفاية مرتاحش. مثال: شخص حدد رقم ووقف، ارتاح. شخص تاني كل ما يوصل يرفع السقف. الأول عاش، التاني فضل يجري. الفصل التاسع: المال والسعادة. الفلوس تشتري راحة مش معنى. مثال: تشيل قلق الإيجار، تشيل ضغط الفواتير، لكن ما تخلقش هدف. الفصل العاشر: قرارات صغيرة تغير حياتك. الفلوس مش قرار واحد، عادات صغيرة. مثال: ما تستلفش، استثمر بهدوء، تجاهل الضوضاء. بعد سنين فرق ضخم. الخاتمة: مش مطلوب تبقى غني، المطلوب تبقى مطمن. الفلوس أداة، إما تخدمك إما تسيطر عليك. أنت ماسك الفلوس ولا هي اللي ماسكاك؟